القصه ديال اليوم شويه مضحكه. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم فيها وباللايكات ديالكم بطبيعه الحال اللي عجبتكم. ولا كنتو جداد مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش داك ابوني بركو عليها باش توصلوا بجميع الحكايات. كتقول صاحبه القصه ديال اليوم: القصه ديالي وقعت لي هذه تقريبا شي 5 سنين. كنت ديك الساعات عندي 20 عام. انا خدمت وانا صغيره وجمعت، كنت كندير الكوميرس وجمعت وتقاتلت. ومهم شريت دار وتزوجت وانا صغيره وعشنا في داك الدار. يعني بقيت كندير التجاره ديالي ومزوجه وعايشه في الدار اللي شريتها، ما شراهاليش راجلي حتى هو كان كيدير الكوميرس، غير هو شي شويه مره يجيب مره ما يجيبش. يعني كان كيبيع ويشري، ولكن داك البيع والشراء كان ناقص. انا كنت كنربح احسن منه بطبيعه الحال، تقريبا انا اللي كنت قايمه بالدار كامله. راجلي من داك النوع اللي متقي الله ودير اللحيه وكيلبس داك اللباس نتاع راكم عارفين. واحد النهار حتى دخل ويفاجئني، قال لي بغى يتزوج، يعني بغى يدير المراه الثانيه بحجه حقه الشرعي وبزاف. راكم عارفين داك الهضره، فاش الانسان كيبغي يتزوج كيمشي للشرع كيمشي. انا في الاول صحابنا غير كيضحك مطلعها عليا، لان كيفاش غادي يتزوج يجيب مرا اخرى في داري اللي انا الاكثريه كنصرف فيها. هو كان كي قلت لكم الدخل ديالو على قدو. صافي ما جبت في الهضره، ولكن بقيت كندورها في راسي. يعني ما يمكنش حتى الا بغى يديرها راه ما يمكنش. اللي جينا نهضروا على الشرع خصو يقد بعدا بهاد الجوج باش يتزوج بهم. ما قدش حتى بالاول عاد يقد بالثانيه. المهم بقيت ندورها في راسي بالضحك، كنقول راه ما يمكنش. واحد النهار دخل صافي مقرر، قال لي ها فوقاش غادي يمشي يخطب. نط معاه بغوات. ما تقبلتهاش، حاجه طبيعيه انني ما نتقبلهاش. المهم بدا عليا بداك الهضره نتاع حقي الشرعي، بدا ديما داك الاسطوانه كيعاودها. المهم ناض الصداع بيناتنا كبير، ناض خرج قال لي انا غادي نتزوج بغيتي ولا كرهتي وغادي نجيب المراه لهنا. عيطت لماما في التليفون وعاودت ليها شنو واقع. هزات خواتاتي وشدوا طاكسي وجايين كيجريو، وفي نفس الوقت هي معايا في التليفون وكتهضر معايا وكتقول لي يعني شوفي نكر الخير، شنو درتي معاه. يعني ما كتقوليلوش صرف معايا، ما كتقوليلوش حتى شي حاجه، وشوفي في الاخر بغا يجيب عليك الضره. المهم عرفتي الطريق كامله وهي كتسمعني هضره بحال هكا. وفي نفس الوقت راه داك المخ ديالها الثاني تيخطط شنو غادي دير. للاشاره راجلي اللي كنعاود لكم عليه كان كيموت على اتاي. وصلت غير دخلات هزات التليفون وعيطات لخويا، قالت له غادي تمشي لعند واحد مول المكياج كتعرفوا عنده كاع انواع تاع الصبايغ. قالت له جيب لي الصبايغ، قالت له ما تجيبليش الكحله ولا القهويه، جيب لي يا الحمراء، جيب لي الزرقاء، جيب لي الخضر، كاع الالوان بحال هكايا جيبهم واجي لدار اختك. راه الراجل داو رجليه كيخرجوا الشواري. انا بقيتي كنشوف شنو بغات دير ونسيت. قالت ليه ودوز لافارماسيان وجيب الدواء نتاع النعاس، السيرو ديال النعاس. صافي جاب داك الشيء، قالت لنا وجدوا اتاي، وجدنا اتاي، دارت فيه داك السيرو ديال النعاس. هو سبع البرومبا عاد جاي. دخل هو واثق من راسو يعني، وماما كتهضر معاه وخواتاتي وحنا وكنهضروا معاه، هو السيد واثق من راسو. وحط قدامه داك البراد ديال اتاي وكب وشرب وكب وشرب وكب وشرب. قلت لكم هو راه كيموت على اتاي وكيهضر بواحد الثقه في النفس انه باغي يتزوج وحقه الشرعي وراكم عارفين. شرب داك اتاي مشى صافي نعس في البلاصه طاح. ناضت ماما شدت داك الصباغه، شدت ليه داك اللحيه، كل طرف دارتو له بلون، كل طرف درتو له بلون. وصافي خلاتو هكاك نعس. خلات تخرجت داك الصباغه، غسلات له ومسحات بحال ما كاين حتى شي حاجه، بحال ما وقع والو. وانا راجلي كان داك النوع اللي ما كيبغيش المرايات في الدار، حرام. كانت عندي مرايه وحده صغيره في الحمام مخليها، حتى كنا خارجين وهي تصيفط خويا سير حيد داك المرايه اراه باش ما يشوفش وجهه في المرايه، واخا هو ما كيبغيش يشوف غير داك الدوزه باش ما يشوفش. صافي نض من النعاس. مشى. يعني
من بعد داكشي انا الناس اللي الحومه اللي كيعرفوني عاودوا لي شنو وقع. يعني فاش كيدوزو من حداه كيشوفوا داك اللوان عنده في اللحيه هكا وما قدروش يهضروا، يعني هما كانوا كيحترموه يعني موقرينه، يعني ما يزعموش عليه يقولوا له واش داك الحاله داير في راسك. شكون اللي غادي يقول لي اش داك اللحيه؟ حتى دخل عند المصبانه حيت كانت داير الحوايج ديالو المصبانه باش يتسنوا يتحدوا، حيت راه عريس غيمشي يخطب. عاد قالوا له اشنو واقع. منين شاف راسو في المرايه من تما عيط لي بالتليفون والميساجات والله ياخذ فيك الحق وغتمشي لجهنم وداك الهضره نتاع راكم عارفين لا الطريقه كيف كيهضروا. المهم صافي انا قطعت عليه ديك الساعات بلوكيتو. هو ما كيسحابلوش، راه نسيبتو اللي دارت له داك اللحيه هكاك، صحابو راه مرته كانت بارده له شي شويه، ما صحابلوش نسيبتو اللي دارت داك الشيء. صافي انا بلوكيتو في البلاصه. عيطات ليه ماما قالت له خويا ليا الدار في العشيه بنتي راجعه لدارها. صافي من تما صافي طلقنا، مشات تزوج واحده اخرى، وانا حاليا مزوجه واحد اخر ووالده وليداتي معاه وعايشين الحمد لله بخير وعلى خير. هذه هي قصتي كيف جاتكم. في داك الوقت ما كنتش عارفه واش نحزن ولا نبكي، لان هادشي اللي دارت فيه ماما كان مضحك، ولكن في داك الوقت اللي انا كنت فيه كان شويه واحد الحزن. راكم عارفين واحد الانسان اللي كتصبري معاه وكتكافحي وكتنازلي على بزاف ديال الحوايج وفي الاخر شوف باش كيردها. ولكن ماما انتقمت منه اشر انتقام اللي عمرو ما ينسى حياته كامله. المهم هذه هي قصتنا ديال اليوم، عطيوني الراي ديالكم فيها. وحتى نتوما لا عندكم شي قصه بغيتو تعاودوها لنا، او لا عندكم شي حاجه بغيتو الراي نتاع الناس الاخرين فيها، مرحبا. حتى لما بغيتوش تكتبوها لنا في التعاليق دخلوا الانستغرام، غنخلي لكم اسفل هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف، دخلوا في البريفي وكتبوا لي، ما تخافوش ما غنقولش الاسماء. خليتكم هاد الساعه ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله مع حكايه جديده.